الخاصر الخطير من أسطورة كوتيفوار ديدييه دروغبا يفاجئ به النادي الأهلي بعد فوزه على استاد أبيجان، ويسخر من أندية أفريقيا بسبب النادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بفوز النادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز النادي الأهلي على استاد أبيجان خارج الديار، ليتصدر النادي الأهلي مجموعته ب10 نقاط كاملة، ويكفيه التعادل فقط في المباراة الأخيرة أمام أورلاندو الجنوب إفريقي في القاهرة. فقد صرح أسطورة كوتيفوار ديدييه دروغبا وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة أفريكا سبورت، وقال: أنا كنت أشاهد هذه المباراة، وكان معي العديد من المحبين لاستاد أبيجان، وكانوا سعيدين للغاية بعد تفوق استاد أبيجان على النادي الأهلي خلال الشوط الأول. ولكن أنا قلت لهم: لا تفرحوا كثيرا، سوف يرجع النادي الأهلي في الشوط الثاني وسيفوز علينا، لأنني أعلم الكثير عن النادي الأهلي المصري، فهو ليس مثل أي نادي في إفريقيا، فهو مختلف في كل شيء. وبرغم من المستوى السيء الذي ظهر به النادي الأهلي خلال الشوط الأول، إلا أنهم عادوا في المباراة وأضاعوا العديد من الفرص السهلة. وسأله الصحفي: من تتوقع أن يفوز بدوري أبطال إفريقيا هذه السنة؟ فرد وقال: بالرغم من تراجع مستوى النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد خسارته أمام باتشوكا المكسيكي، إلا النادي الأهلي المصري دائما لا يعرف المستحيل أبدا. ففي كل مرة نشاهد النادي الأهلي يتأهل بصعوبة من دور المجموعات، ودائما يأتي في المركز الثاني في مجموعته، ونفاجئ بأداء النادي الأهلي في الأدوار الإقصائية أنه لا يرحم أحد من أندية إفريقيا سواء من الشمال أو الجنوب. فهو متمرس في هذه البطولة ويعرف من أين تؤكل الكتف، مثلما تفعل الأسود تماما. فأعتقد أن النادي الأهلي هو الذي سيفوز بالنهاية بدوري أبطال إفريقيا، بالرغم من وجود صن داونز والترجي التونسي، ولكن الأهلي سيتفوق عليهم في النهاية. وأتمنى من النادي الأهلي أن يفتح أكاديمية في كوتيفوار من أجل اكتشاف المواهب في كوتيفوار، مثل ما يفعل تشيلسي وريال مدريد وبرشلونة. فالأهلي لو فعل ذلك سوف يحصل على لاعبين صغار وسيبيعهم لأندية أوروبا الكبرى بملايين الدولارات. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.